طيب أبو أميرة، رياض محرز 35 مساهمة تهديفية حتى الآن مع النادي الأهلي. اليوم تجلى بشكل كبير خصوصا في جعل الكرات الثابتة مصدر قلق لكل المدافعين. أول شيء أشكرك وما شاء الله عليك، أنت مقدم رائع ولماح. والله بتكلم على محرز وسألتني على محرز ما شاء الله عليك. جدك زادك الله من واسع فضله. ومن قال فعلا أبدأ بمحرز. فعلا هذا اللاعب وجهة نظري، ناس حيقولوا تبالغ وناس حيقولوا، ما أبغى أقول أعظم لاعب في التاريخ. أعظم لاعب في التاريخ من وجهة نظري مارادونا، من وجهة نظري أنا. لكن محرز أعظم لاعب في التاريخ تكنيك. كيف التكنيك؟ الكنترول ما حد يختلف. أنا بصراحة ما في حياتي ما شفت لاعب يعني كأنك ما شاء الله، الله يحميه ما شاء الله تبارك الله. الكورة لو تشوتها عليه بسرعة 200 كيلو متر تلقاها تحت في جسمه كده موقفها ما شاء الله عليه. يعني ايش يقولوا بأي جهة من جسمه. هذا واحد. التمرير بالخارج وبالداخل، الأوفرات، تغيير اللعب، كل شيء كل شيء. الكرات الثابتة، الكورنر. محرز جعل الكورنر في الآن اللي بنشوفه كأنه بلنتي مع الأهلي، ضربة جزاء مش كورنر بأمانة. يعني الناس طبعا بالنظري الحديث سهل. الكورنر لما ليش محرز مبدع في الكورنر؟ طبعا تكنيكه، هذا التكنيك عشان اوريك مش سهل، لازم يكون عندك تكنيك وتمرين. ايش اللي بيسوي محرز في الكورنر؟ يعني انا بتكلم طبعا لانه كنت ارفع كورنرات كثير، بس اللاعب ليش اللاعبين كذا بيسجلوا، وليش حارس المرمى دائما بيتسمر في الباب؟ الكورنر لما ترفعه سواء من الجهه اليمين كاشول محرز او من الجهه الاخرى، اهم شيء ترفع الكوره تكون المهاجمين حقونك يقابلوها. زي ما شوف الاهداف الان عارف كيف بيقابلوها؟ ترفع لهم هي قويه مش بالونه، زي ما اللفظ اللي نطلقه كلاعبين بالونه ترفع كذا عاليه لا ترفعها قويه ولافه واللاعبين يقابلوها. هذا واحد. اثنين، في نفس الوقت الحارس ما يقدر يطلع لها. باختصار هذا اللي بيسويه محرز، وباين بيتدربوا عليه في الاهلي. واضح جدا الاتفاق بينهم وخاصه مع ايبانيز. فبرافو محرز، 5 أهداف اليوم ما شاء الله، صانع 3 متسبب في البلنتي ومسجل هدف. يعني الصراحه تقييمه 9.7. انا ما ادري فيه لاعب قبله وصل في الدوري هذا التقييم. ما